بسم الله نبدأ مع بعض موسم جديد بعد غياب لأسباب كتير، لكن أوعدكم إن الموسم ده أقوى من أي حاجة صورناها قبل كده. الموسم الجديد هيبقى فيه مزادات، تجارب جديدة، عربيات ومقارنات وترشيحات في فئات سعرية مختلفة. أحمد فراج أوتو رجع تاني، يلا بينا. الفيديو ده بنقل فيه تجربة كاملة لمزاد من مزادات عربيات الحوادث لشركة اسمها المصرية للتأمين التكافلي. المزاد كان الأسبوع اللي لسه خلصان ده. الشركه دي عاده انا خدت منها عربيات قبل كده. المزايده بتاعتها بتبقى علني، فمش من الشركات اللي بحبها قوي، لان انا مش بحب العلني اصلا، وجع دماغ وبحب المظاريف المغلقه. المهم لقيت الشركه بتعلن عن مزاد وان هو مظاريف مغلقه، يعني مش ده العادي، مش ده الطبيعي بتاعهم. حبيت اخد التجربه. يلا بينا نشوف التجربه كامله. رحت الاول اشتريت كراسه شروط كان سعرها 105 جنيه. ومهم جدا ان انت تقرا الشروط، يعني كراسه الشروط مثلا هتلاقيها 6 7 ورقات، اقرا الشروط اللي فيها كلها، ده مهم قوي، لان انت بتدخل المزاد بناء على الشروط دي ومتغيره من شركه للتانيه. تاني يوم على طول خدت كراسه الشروط اللي اشتريتها ورحت مكان المعاينه، كان في اللبيني الهرم. وبدات ان انا ابص على العربيات كلها. العدد كان قليل جدا، 14 عربيه. فدي من الحاجات برضو اللي انا مش بحب الشركه دي قوي. انا بحب يبقى العدد كبير زي مصر للتامين كده، 200 عربيه، اللي هو انت داخل يعني كل اللي نفسك فيها هتلاقيه جوه. المهم اللي انا بدات ابص على العربيات كلها، في عربيات كانت مضروبه بالنار، يعني ما فيش امل، ما فيش امل منها. اللي عجبني من وسط ال 14 عربيه كان 3 عربيات. اول عربيه كانت بي ام 750 موديل 2012. تاني عربيه كانت شيفروليه لانوس 2019. العربيه الثالثه نيسان صاني 2020. شدتني جدا البي ام، اللي هو طياره من جوه. العربيه دي كانت محتاجه حد يركب، عايز عربيه يركبها، خصوصا ان هي العربيه خبطتها ما كانتش جامده قوي، لكن طبعا مصاريفها كتير، اللي هو العقد المسجل، الترخيص، كل ده عالي قوي. العربيه الفئه بتاعتها عاليه، فما كانتش انسب عربيه، لان انا عارف ان هي هتبقى تقيله بعد كده كبيع. ركزت على العربيه النيسان صاني لوت 8. قلت خلاص هي دي العربيه اللي انا هدخل عليها. العربيه عجبني ان هي الصاج بتاعها كله سليم، ما فيهوش اي مشكله، واخده خبطه من قدام ناحيه الشمال، مأثره على فرده الشاسيه، وفي نفس الوقت العربيه فاتحه 2 ايرباج. فقلت بس انا هعين العربيه دي كويس. وبدات لقيت ان الحادثه مأثره اكتر حاجه على القنطره اللي شايله طقم التبريد من تحت، وعلى فردة الشاسيه ناحية الشمال. الموتور كان سليم، الفتيس برضو سليم، تممت على الكنترولات كلها ان هي موجودة وسليمة. بصيت على كل حاجة في العربية، الشنطة، فتحت الصالون من جوه، العربية كلها حاولت اشوف فيها اي مشاكل او اي خبطة تانية، ما لقيتش غير الخبطة اللي هي طبعا من قدام دي. خلصت معاينة وروحت البيت وبدأت اكتب العربية محتاجة ايه. اكسدام امامي كامل، قشرة الاكسدام وطقم الفوجات والشبكة ومكملة اللي هي من تحت، شاسيه اكسدام حديد بالكوبايه بتاعت فردة شاسيه الشمال، انطره طقم تبريد، سربنتينا، ريداتير، قميص مروحه، سيستم ايرباك كامل. طبعا في مصاريف تانية غير قطع الغيار. الترخيص بتاع العربيه لما رجعت لكراسه الشروط لقيت ان هم هيبيعوا لي العربيه بعقد مسجل، فدخلت شفت العربيه 2020 العقد المسجل بتاعها بكام وضفته على المصاريف. الترخيص بتاع العربيه سنه، الونش اللي هنقل بيه العربيه، طبعا السمكره والدوكو والدهان. انا مش هصلح العربيه، انما لازم احسب كل ده عشان اعرف اقدر تمن العربيه صح. وبعد ما جمعت المصاريف وقطع الغيار اللي العربيه محتاجاهم، بدات اكلم تجار قطع غيار جديد واستيراد هنا وهنا، وادخل على جروب العربيه. طيب دي بكام؟ طب الاكسدام دلوقتي عامل كام؟ طب مش عارف سيستم الايرباج، لحد ما وصلت الاسعار كامله من كذا حد لقطع الغيار اللي انا محتاجها للعربيه دي. كتبت الاسعار وحسبت المصاريف اللي هتصرفها العربيه، لقيت ان هي هتصرف تقريبا من 35 ل 40 الف جنيه، اللي هو حاجه تقريبيه اقدر اتحرك من خلالها. وهنا كان ناقص لي خطوه مهمه جدا، سعر العربيه في السوق بكام. ودي مصيبه دلوقتي، السوق فيه اسعار جنونيه، كل واحد بيعرض براحته، كل واحد بيشطح بالسعر اللي هو عايزه في العربيه، مفيش حد مستقر على سعر معين. فكان قدامي حلين. اول حل ان انا فتحت موقع هتلاقي، هم على فكره سبونسر للفيديو ده وبشكرهم جدا طبعا على ده، ودخلت على اسعار تقريبيه هم حاطينها تقديريه للمستعمل، اللي هو يقول لك والله العربيه دي لو مستعمله سعرها كذا. كمان شفت الناس اللي عارضين اعلانات لعربياتهم للبيع، هم بيعرضوا بكام، هو السعر اللي بيحوموا حواليه كام. ورحت برضو لكذا جروب من ملاك النيسان صني، دخلت فيهم وبدات اشوف الناس بتعرض عربياتها بكام، طب اللي بيشتري بكام. وللاسف كانت هنا الصدمه. انا عارف ان العربيات غليت ومتابع،
بس اللي انا الاقي العربيه 2020 اوتوماتيك عامله 270 الف جنيه كتير قوي. دي نيسان صني يا جماعه، لكن للاسف ده الواقع. السعر التقريبي للعربيه لقيته 270 الف جنيه لو هي سليمه طبعا، لو هي فابريكا طبعا. وهنا بدأت اتحرك، طب العربية اللي قدامي اللي فيها حادثة وفيها مشكلة ومحتاجة مصاريف هقدرها بكام؟ بعد ما رجعت للرقم اللي انا حطيته لمصاريف العربية وسعرها في السوق، ومقارنة ان هي مش هترجع برضه زي الاول بعد التصليح. العربية فيها فردة شاسيه محتاجة زراجين، الصاج مش هيرش، انما فردة الشاسيه فيها شغل. فقلت خلاص انا العربية دي تقريبا هحط لها 150 الف جنيه. ولما رجعت لكراسة الشروط لقيتهم ان هم بيقولوا ان انا هدفع 19% زياده ضرايب، 14 ضريبه قيمه مضافه و5 مش عارف خبره ودلاله على اي عربيه هاخدها. فطبعا كان لازم، اللي انا مش هينفع اكتب في كراسه الشروط 150 الف جنيه، لا انا كتبت 130 الف جنيه، بحيث ان انا لما اضيف عليهم ال 19% يبقى 100 حاجه و50 ماشي. وبقى ايه عشان الدقه قوي رحت كاتب 130 3 سبعات، بحيث ان لو حد كاتب في الكراسه بتاعته 130 انا اكون ليا الافضليه عنه، بما ان المزاد مظاريف مغلقه وكله هيتفتح. تاني يوم على طول رحت المزاد، نادي نهري كان في الجيزه، قاعه هم محددينها. اول حاجه عملتها اول ما دخلت رحت اخد ظرف اللي انا احط فيه كراسه الشروط اللي كاتب فيها سعر العربيه، والظرف ده قفلته بايدي. وطبعا دفعت 10000 جنيه تامين على العربيه. يعني انا لو داخل على العربيه واحده 10000، لو اتنين 20000، كل عربيه 10000 جنيه. وخدت وصل ان انا بالفلوس اللي انا دفعتها، بحيث ان انا لو العربيه رست عليا اكمل على ثمن العربيه، على ثمن الوصل اللي هم ال 10000. لو ما رستش عليا هاخد ال 10000 وانا ماشي وهروح. تعالوا بقى احكي لكم اللي حصل. الفض مبدئيا كان علني. يعني ايه؟ هم بيفتحوا الكراسه بتاعت كل واحد قدامنا كلنا قاعدين، وبيقولوا فلان حط للعربيه دي رقم كذا. فاول واحد دخل على لوت 8 اللي هو النيسان صاني اللي انا داخل عليها، كان حاطط لها 60000 جنيه. هنا انا ايه ده؟ هي العربيه فيها عفريت ولا؟ هنا انا بدات بقى اتوغوش، العربيه فيها عفريت وانا ما شفتوش ولا ايه؟ ليه 60000 جنيه؟ قلقت شويه. بعد كده قدام شويه على ما واحد تاني حط على لوت 8 لقيته حاطط 110000 جنيه. بدات اطمن شويه، يعني قريب مني. بعد كده اللي بعدي برضه اللي كان داخل على لوت 8 لقيته حاطط 130000 جنيه. هنا بقى هي اللي هو يعني ده انا جامد جدا، يعني انا حطيت 3 سبعات، ده انا هاخد العربيه منك ب 700 جنيه، لان انا اكتر منه بالثلاث سبعات اللي زودتهم. كنت قاعد منشكح قوي لحد ما جه واحد تاني ولقيته حاطط 133000 جنيه. العربيه راحت. فكنت زعلان شويه ان انا مش هاخد العربيه، بس مبسوط ان انا قربت. الناس اللي قاعده كلهم كانوا تجار، وتجار داخلين يعني بقالهم سنين بيدخلوا مزادات، فمبسوط ان انا في السعر بتاعهم. كذا واحد حط نفس الرينج ده لحد ما جه واحد هوب، لقينا المظروف بتاعه على لوت 8 فيه 150000 جنيه. فقلت يعني السعر عالي. بدات احسب بقى اللي هو ال 150 دول لما اضيف عليهم 119% هيبقوا كام، طب مش عارف ايه، قاعد بحسب. وبعد كده لقيت واحد يعني انا مش عارف هو حسبها ازاي، نفسي اعرف لحد دلوقتي، حاطط في العربيه 188 955، 188 الف جنيه 955 جنيه. ازاي؟ بدات بقى احسب، لا ثواني كده، انت العربيه لما تضيف عليها 19% هتبقى بكام؟ لقيت حسبت له بقى، لا ده العربيه كده هتوصل ل 224 الف جنيه اللي هو 225 الف جنيه. طب ازاي؟ يعني انت حسبت مصاريف العربيه؟ طب انت كنت يعني كان دماغك فين؟ في حاجه غلط يا جدع. واكبر دليل ان هو كان غلط ان هو فرق عن اقرب واحد ليه تقريبا 38000 جنيه. فلا ده فرق كبير قوي، ده هو اللي مقدر غلط. بس والعربيه راحت. بس السعر كان غريب قوي بالنسبه لي. انت واخد العربيه بالسعر ده، انا مقدر لها مصاريف 40000 جنيه، فبقت العربيه واقفه ب 265000. هي ب 270، هي ب 270 سليمه اصلا. انت كده وصلت لسعر السليم. ما تشتريها سليمه، اشتريها سليمه، والله هيجنني. فيعني كانت تجربه غريبه شويه. بس يا سيدي، واستنيت اعلان النتيجه النهائيه طبعا بتاعه المزاد. بيقراوا كل كراسات الشروط، تقريبا كان في 50 كراسه، 40 يعني من 40 ل 50 كراسه بيقراوهم كلهم، وكل واحد ممكن يبقى داخل على اكتر من عربيه على حسب لو هو تاجر وشركه وكده.
واستنيت النتيجه النهائيه عشان اتاكد من الرقم ال 108، وللاسف طلع صح، طلع في حد فعلا حاطط الرقم ده. البي ام عجبني سعرها الحقيقه، طلع ب 415,000 جنيه، بعد الضريبه هتبقى 493. السعر كويس لحد عايز يركب العربيه طيار. العربيه اللانوس طلعت ب 116,000 جنيه، يعني بعد الضريبه تقريبا 138,000. السعر غالي، بس ممكن يشفع لها حته ان قطع غيارها رخيصه جدا مش زي الصني، فهي العربيه كانت محتاجه قطعيه قدام وما فيهاش ايرباجات اصلا عشان تفتح، فغاليه برضه بس ماشي. طبعا مش ده العادي في المزادات، يعني دخلت كتير قبل كده، مش ده العادي، مش الاسعار دي العاديه، لكن اللي حصل ده بسبب حاجتين من وجهه نظري. اول حاجه الجنون بتاع الاسعار اللي موجود في سوق العربيات دلوقتي، وان مفيش عربيات وان كله بيحاول يعلي عن التاني، فده هو اللي خلى المزاد يبقى كده. تاني حاجة ان الشركة دي تحديدا كانت بس منزلة 14 عربية، منهم مش عارف عربية محروقة على عربيتين نقل ففي الاخر هتلاقي العربيات اصلا الكويسة بتصفصف على 5-6 عربيات، فكان المعروض قليل. متهيألي لو شركة زي مصر التأمين او شركة تانية المعروض كبير هيبقى السعر اهدى شوية. لكن في الاخر كنت مبسوط قوي اللي انا خدت التجربة، وان انا قدرت سعر العربية صح، حتى لو ما خدتهاش بس التقدير بتاعي كان صح، بأمارة ان كان في كذا تاجر كتب في الثلاثينات 130 134 133، اللي شطح بعيد قوي ب 188 ده هو اللي قدر غلط مش احنا. ورحت بالوصل اللي كان معايا اديته لهم وخدت ال 10,000 جنيه اللي هم تأمين دخول المزاد وانا ماشي. استنوا تجربة جديدة في مزادات اكتر، وان شاء الله يبقى حظنا احسن. مع السلامة.